اهلا بكم حبايبي حبايب قناة توفير واعادة تدوير. في فيديو جديد ولقاء جديد، ويا رب تكونوا بخير. كلنا يا جماعة عندنا المنظر الصعب ده، عندنا كمية من الخيوط اللي انتوا شايفينها دي كده. كل بيت فيه كمية خيوط زي دي، بقايا اي حاجة كانت عندك قديمة وبعد ما اشتغلتيها فكتيها. كلنا كان عندنا نفس الخيوط القديمة دي، وما بنبقاش عارفين ممكن نعمل بيها ايه. طيب ما احنا نفكر ممكن ان احنا نستغل الخيوط دي بدل ما هي تترمي وعامله لنا مشاكل وعامله لنا زحمه. تعالوا نفكر ان احنا ممكن نعمل منها ايه. ممكن تعملي منها دواسات، ممكن تعملي منها افكار كتير. النهارده هنعمل مع بعض فكره حلوه قوي هتشوفوها قدامكم. هنشوف احنا ممكن نعمل من الخيوط اللي انت شايفاها دي ايه. اول حاجة يا جماعة هبدأ اعملها هو ايه؟ اجهز خيوطي بعد الهيصة بتاعت الخيوط دي. اجوزهم يعني الف اكتر من فتلة، ويبقى سمك الخيط مناسب لعمل دواسة، لان الدواسة طبعا لازم تكون ايه؟ ماسكة شوية نفسها، وتكون زي ما انت شايفاها كده قدامك، تكون جامدة شوية، سواء هتعمليها بيضاوي او هتعمليها ايه مستطيل. الحاجة التانية ان انت تستخدمي ابرة من الابر الكروشيه تكون تخينة شوية، ما هياش بتاعة المفارش الخفيفة. وبعد كده انت بقى عارفة الاطوال وعارفة المقاس اللي انت هتعملي له الدواسة، سواء انت عايزة تعمليها بيضاوي او هتعمليها مستطيلة. فين كده ده السمك اهو بتاع الدواسة، وسواء هتعمليها بيضاوي او هتعمليها مستطيلة هنشوف. احنا النهاردة هنعمل الدواسة المستطيلة، وهنبتدي نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هتبدأي تعملي سلسلة. السلسلة دي هتاخدي الطول بتاعها زي ما انتي محتاجاه. هتقيسي طبعا الطول بالمزورة بتاعتك. هتشوفي الطول اللي انت محتاجاه قد ايه، 10 15 20 30 زي ما انت عايزة. وبعد ما تقيسيها هتبدأي ايه؟ تعملي غرزة السلسلة الاول خالص. هتبدأي غرزة السلسلة وتعملي الطول اللي انت محتاجاه في الغرزة دي. بعد كده تبدأي تحددي الشكل اللي انت هتعمليه في الدواسة بتاعتك اهو. ادي كده الغرزة بتاعتك اللي هي غرزة السلسلة، هتتعمل بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده، اسهل ما يمكن. بعد كده تبدأي تعملي شغل الايه؟ غرزة العمود. هنعمل غرزة العمود بقى دي ازاي؟ هتاخدي كده هنا على الابرة، هتاخدي لفة على الابرة، واحد، وتسيبي واحدة اتنين تلاتة اهو، وتنزلي كده في قلب العمود اللي انت عاملاه. تطلعي تاخدي لفة كده كمان تانية عليها، وتسحبي اول سحبة اهي كده. سحبتي اول سحبة، وتبدأي تسحبي التانية بالمنظر ده كده، وتعملي واحدة تانية. عملتي الحاجات اللي انت بدأتي تشتغلي اهو خلاص، وبدأتي تعملي غرزتين كمان بالمنظر ده. بتاخدي الطول بتاعك بقى كله ان انتي تبدأي تعملي الشغل بتاعك على العمود اللي انت عاملاه. وبعدين ادي منظر العمدان جنب بعضها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بتزودي برضو تاني، بتخلصي كل السلسلة الطويلة اللي انت عاملاها. وبتظبطي خيطك، وتظبطي سطورك اهي بالمنظر ده كده. تبتدي تعملي المنظر كده قدام. خلصتي وعملتي خيطك زي ما انت شايفة كده. هتبتدي هنعمل هنا كام غرزة دول. وهنقولك ازاي تحطي الالوانات مع بعضها كده اهو. تشتغلي عادي زي ما احنا اتفقنا، شوية الغرز كلها كده. وبعدين انا عايزه اقولك بقى هنا على حاجه. الغرز بتاعتك دي انت شغاله كده اهو، عارفه انه ده هيكفيكي مثلا لحد المنطقه دي. هتيجي عند المنطقه دي كده، وهتكوني عامله حسابك وتربطي من هنا لون تاني. هنشوف مع بعض الكلام ده دلوقتي.
هتيجي عند نهاية الجزء بتاعك اللي انت شغالة بيه كده، وتروحي عاملة اخر عمود بالشكل ده يا بنات اهو. هتعملي اخر عمود قدامك بالمنظر ده كده. خلاص كده خلصت الايه الجزئية دي، شايفين معايا؟ خلصت الجزئية دي لحد هنا. وعايزة تحطي لون، هتقومي عاملة ايه؟ هتفكي كده، بصي خليكي معايا، هتفك الحتة دي كده تاني وانت عارفة مقدار الايه الفتلة، وتروحي جايبة المقص. هتروحي جايبة المقص وهتقومي قصة الحتة دي. انت دلوقتي وقفتي هنا اهو المقدار ده كده، هتجيبي المقص وتروحي قصة المقدار اللي انت عملتيه كده اهو بالمنظر ده مع بعض، وتربطي بقى خيطك وتبدأي تشتغلي الايه اللون اللي انت هتبدأي هتحطيه اهو. هتعملي كده المنظر ده، شايفة كده؟ ادي انا عندي لون اهو تاني، لون كده. دي هشتغلها كده معاكي اخر حاجة اهي. هتشتغلي كده عادي اهو، تمام. وربطنا الخيط زي ما احنا اتفقنا اهو، ربطنا الخيط مع بعضينا تمام كده. وبعدين هتعملي الخيط الجديد، شايفين يا ولاد اهو؟ هتبتدي بقى تعملي كده خيطك الجديد، شايفة كده؟ دي الحتة دي اهي. وهتعملي كده معايا حتة هنا، وكل اللضم والحاجات دي ان شاء الله هنقولك ازاي ان احنا نعملها وننضفها. وهعملك فيديو مخصوص لعملية تنظيف الخيوط. وهتبدأي تعملي سطر جديد زي ما انت شايفة كده اهو، المنظر ده كده معايا. وتبدأي تلفي خيطك وتبدأي تعملي الايه الغرزة من اول وجديد، من اول هنا هتبدأي تعملي دور تاني وهكذا. وادي الشكل، بصي المنظر اهو النهائي كده اللي انت شايفاه، المنظر بتاعها والرسومات اللي انت عايزاها. عايزة تعمليها اي الوانات ممكن، مفيش مشكلة خالص. ادي لون تاني زي ما انتوا شايفينه قدامكم كده، ده لون تاني. هي كبيرة وطويلة وحلوة، شايفة كده؟ طبعا انا لسه ما خلصتهاش، لما ان شاء الله هبتدي بقى هخلص. يعني هنا عاملاها مثلا رفيع عشان انا عايزة الحجم اللي هو الرفيع اللي انت شايفاه ده. وهوريكي لون برضو تاني، شايفة اللون الجميل ده بقى؟ ده لون تاني، لونين في بعض اهو. هنا برضو الوانات بدخلها في بعضها زي ما انت شايفة كده. وبعد ما بنخلص الدواسة خالص وبتخلصيها وتخلصي شغلها، تبدأي بقى تنضفي كل الايه الحاجات اللي انت شايفاها دي. ده هنا برضو فكرة تانية ولون اخر ممكن ان انت تعمليه من نفس الايه الخامات اللي احنا اشتغلنا بيها زي ما انت شايفة كده. ايه رأيك بقى في الالوان؟ بصي بقى هنا يا جماعة، قربت ليكي هنا طريقة لضم الخيط مع بعضه. شايفة كمان لما بنيجي نشتغل لون ورا لون تاني، بصوا مفيش اي مشكلة خالص. بعد كده انت بقى بتنضفي الخيوط اللي طالعة زيادة دي وتخلي منظرها كويس. برضو هنا بالنسبة برضو هنا لما لضمنا لون تاني وعملنا خلصنا السطر، بصوا لما تخلصي برضو دي تبدأي تنضفيها، يبقى المنظر زي ما انت شايفة كده. كل الالوانات اللي احنا دخلناها في بعض اهو، سطر وسطر تاني بيمشي زي ما انت شايفاني بوريكي كده اهو. وما تقلقيش خالص من موضوع ان يبقى فيه في الدواسة يعني يبقى فيها لضم او حاجة. كل ده بيتنضف بعد ما تخلصي خالص، تعملي لها برواز من بره زي ما هتشوفي لما نخلص كده ونوريكي بعد ايه. نوريكي واحدة ما خلصناها عملنا لها البرواز. اهم حاجة انا عايزة يعني الفت نظرك ليها هي ايه؟ بصوا يا جماعة، السمك جميل ازاي وتخين. بيتغسل على فكرة، تحطيها في الغسالة تبقى زي الفل. كل اللي انا عملت لهم الدواسات دي بصراحة يعني شكروا فيها، وبيغسلوها وبيحطوها
غسالة ما بيجرالهاش اي حاجة، بقى زي الفل اهو. بصي طبعا انا هنا مش عارفة ان انا يعني افرشها لك بطول الحاجة، لكن انا بالنسبة لدي انا عاملاها دواسة تتحط قدام باب قدام باب اوضة، فهي كبيرة وحلوة، يعني ممكن ايه تعمليها لأي غرض يعني، زي ما انت شايفة كده قدامك اهو. اهم حاجة بس انا بركز معاكي على السمك. بص السمك جميل جدا جدا اهو، سمكها حلو قوي قوي. وبعدين اي الوانات بقى انت عايزة تعمليها بتنقي الالوانات اللي عندك، او ممكن انت لو ما عندكيش خيوط قديمة مفيش مشكلة عادي، اعملي خيوط جديدة. احنا هنا بنقولك على الفكرة دي، احنا عملنا الحاجات دي يا جماعة من خيوط كانت عندنا، فكناها واستغليناها. وبرضو هنا بالنسبة للخامة التانية دي اللي هي اللون الاخر ده اللي هو قدامكم ده، برضو ده اللون جميل قوي. كان عندي برضو حاجة شغلها وانا يعني ما كملتش الحاجة دي، فكيت وعملتها دواسة زي ما انتوا شايفين كده، استغلتها اهو، استغلت الخيوط القديمة. كل ده بيتنضف وبيديكي في الاخر منظر جميل. انا برضو كان عندي بعض الاماكن في البيت عايزه تبقى الدواسه ساده، يعني دوبك بس والاطار البراني هو اللي عمله لها الوان. خدوا بالكم بقى، هنا بقرب لك الكاميرا، بصي هنا الخيط كان يعني اتخن، والسمك بتاع الدواسه كان يعني اقوى من التانية. شوفوا المنظر اهو، بصي السمك اقوى وجامد ده، يعني بصراحة هي احلى كمان من التانيين، قوية وتخينة عن الدواسات التانية. لو جبتلك البرتقاني كده، بصي لو جبت البرتقاني اهي، شايفة بالنسبة ليها البرتقاني دي خفيفة خالص خالص، يعني سهلة خالص، بتتني بسرعة. لكن بصي دي كانت جامدة وحلوة جدا. وبصراحة انا يعني كنت يعني عاملاها علشان محتاجة استخدمها في مكان عايزة الدواسة بتاعته تكون قوية اهو. بصوا الغرزة برضو هنا انا عملتها كلها بغرزة غرزة سلسلة سقط، هنبقى نتعلم بعد كده نوع انواع الغرز. انا عايزة يا جماعة، عايزة الاقي تفاعل منكم، ونحاول بقى ان احنا نظبط موضوع الكروشيه ده، نبدأه ان شاء الله من الاول، ونعرفكم كل حاجة عن اساسيات الكروشيه. ويا ريت ان احنا نبدأ مع بعض الموضوع بتاع الكروشيه ده، هتلاقوه جميل جدا ومفيد. وانا يعني بصراحة بتمنى منكم ان انتوا تتابعوا معايا موضوع الكروشيه ده، بدل ما هتقولي كورس وتاخديه بفلوس، لا خديه معايا هنا مجاني، خديه معايا على اليوتيوب هنا مجاني. فبصوا انا يعني بصراحة انا عايزة مصلحتكم. شايفين هنا الفرق اهو جميل جدا ازاي. وهنبتدي بقى احنا ان شاء الله، عايزة يعني من الفيديو ده بتفق معاكم ان احنا نبتدي ناخد حصص، ونبتدي ناخد نعمل حلقة، يعني نعمل فيديو ان شاء الله كل اسبوع مثلا عن الموضوع بتاع الكروشيه من بدايته خالص، ازاي انا اختار كل حاجتي في الكروشيه، كل المعلومات هقولك عليها. معلومات الكروشيه مش بس ان انت تعرفي تشتغلي وخلاص، لا انا عايزاكي تعرفي كل المعلومات اللي هي خاصة بالكروشيه. ويا ريت يعني اجد تفاعل على الموضوع ده. هنرجع لموضوعنا بقى الاصلي اللي هو ايه الدواسة. بص انا هنا كده دي خامة تانية اهي حمراء، وادي زي ما انا كنت مورياكم الخامات اللي قبل كده، دي طرية شوية لكن دي بالنسبة لهم جامدة. والفرق بينهم ان هو ايه سمك الخيط. شايفين دي كبيرة ما شاء الله، شايفة الحجم ايه، شايفة الرسومات زي ما انت عايزة الرسمة اللي تعجبك ان شاء الله. وهنبقى مع بعض بالخطوات، وعايزين اي كومنتات تقولوا لي عليها ان شاء الله. كده احنا خلصنا حاجتنا والحمد لله. خلصت الدواسة المستطيلة النهاردة والشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وانا عارضة معاه دواسة بيضاوي، وفي حصة تانية هبقى اقولك الدواسة البيضاوي تتعمل ازاي. بتمنى الشغل بتاع النهاردة يكون عجبكم، وكل الخطوات كانت سهلة في تتبعها وتنفيذها. وان شاء الله مش هنسى اني نعمل موضوع الحصص بتاعة الكروشيه، اللي هو هيبقى بمثابة كورس مجاني من الكروشيه. أتمنى إن شاء الله الشغل يعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.